السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي واخواتي ومتابعيني، وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وحشتوني كتير كتير كتير. بصوا بقى يا جماعة، نغيب غيبتنا وننزل بهيبتنا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ نازله لكم بأحلى شقة عروسة النهاردة كده، وتقولوا لي ايه رأيكم كده في ترتيبي في شقة العروسة. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك، يحط لي اللايك، وتقولوا لي بقى كده، تكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ عقبال كل البنات يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، شقتها كانت حلوة وجميلة كده، وما شاء الله يعني كانت رقيقة، ما فيهاش هيصة كده كتيرة. بصوا، ده كده كان الريسبشن، التكييف اللي هو المتحرك دوت. هنا بقى الريسبشن كانت حاطة فيه الانتريه. هنا كنت حاطه لها بقى الفازة اللي هي الكريستال والبونبونيرة وطبق الفاكهة. بصوا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يسعدها يا رب، وربنا يسعد كل البنات. بصوا ما شاء الله، هنا بقى رايحين عند النيش. بصوا بقى النيش جميل ازاي. ايه رأيكم في رص ايديا يا جماعة؟ شايفين؟ انا باينة في المراية اهو. النيش مرضيش يتفتح معايا، ما حبيتش ان انا اضغط عليه بقى وافتحه. بصوا ايه رأيكم؟ ما شاء الله، كان ذوقها حلو جدا في حاجة النيش. بصوا، ربنا يسعدها يا رب، وربنا يسعد البنات كلها، وعقبال كل البنات. ايه رأيكم؟ ما شاء الله، شايفين؟ قولوا شايفين. ما شاء الله ما شاء الله، كانت حاجتها جميلة كده ورقيقة، وما شاء الله حلوة جدا. بصوا، انا الفيديو ده على فكرة يا جماعة عندي من بدري، بس انا بصراحة يعني كان عندي احباط وما بنزلش فيديوهات على القناة. فقلت بقى خلاص بقى لازم اتشجع كده وابدأها معاكم بقى كده بطاقة ايجابية جميلة، ونبدأها بشقة عروسة، وان شاء الله كده هننزل بقى نصور مع بعض، وهنعمل مع بعض احلى فيديوهات هتعجبكم. ما تنسونيش بقى، عايزة تشجيعات كتير كده منكم. ايه رأيكم؟ بصوا، المطبخ بتاعها ما كانش كبير قوي، بس كان ما شاء الله برضو، يعني انا برضو حطيت اللمسة الفنية بتاعتي. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ بصوا، دي هنا حطيت لها صواني الفرن اللي هي المربعة والمدورة، وهنا كده كان ازايز التلاجة. هنا كده حطيت لها طقم الجرانيت الكنك، وحطيت لها بلاستيكات، وحطيت لها البولات الازاز، وهنا كان صواني جرانيت برضو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يسعدها يا رب، وربنا يهدي سرها هي وكل البنات. بصوا، هنا حطيت لها الخلاط والكبة والحاجات اللي هي زي كده دي. وهنا طبعا كان الضرفة دي كان فيها حاجة الاستعمال بتاعها، المجات والكوبايات اللي هي طبعا هتستعملها. بصوا، هنا بقى ننزل على تحت. بصوا هنا كده الدرج دي كده المعالق الفرداني، هي كانت جايبة شنطة معالق ومعالق فردانية. بصوا هنا بقى دي الرفايع اللي هي رفايع المطبخ. بصوا، هنا طقم التوزيع والحاجات اللي هي المفروض اللي هي مش هتستعملها. بصوا هنا برضو حطيت لها البولات اللي هي البلاستيك بتاعت الرز بلبن. بصوا بقى هنا طقم الاستانلس بتاعها وطقم الجرانيت، ما شاء الله كانت جايبه حاجات قيمه جدا وحاجات حلوه قوي. ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. اهو. قولوا لي بقى يا جماعه، هنا طبعا دي كده كان الباسكت، وكان سبت الغسيل واللي هي العياشه بتاعت العيش. بصوا بقى هنا كده داخلين على الحمام اهو، نشوفه كده، نبص بصه. بصوا، دي كده هنا الغسالة بتاعتها. هنخش هنا بقى كده على أوضة النوم الجميلة الرقيقة اللي أنا فرشاها بإيديا كده، وتقولوا لي إيه رأيكم بقى كده في ذوقي. بصوا، دي العروسة دي كانت جاية لها طبعا هدية من جوزها اهو. انا عارفه ان التصوير مش يعني التصوير مش باين، يعني مش واضح قوي يا جماعه، انا ما كنتش مركزه على التصوير قوي، بس هو برضو حلو ان شاء الله تعجبكم. تقولوا لي ايه رايكم. هنا بقى بقول لكم باي باي. بصوا، ايه رأيكم بقى في الميك اب بتاعها الجميل دوت. انا جايبة معاها الميك اب ده كله يا جماعة. هي طلبت مني وقالت لي انا عايزاكي تيجي معايا وانا بجيب الميك اب. انا طبعا كنت معاها وهي بتجيب الميك اب دوت والبرفانات بتاعتها. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، اوضه النوم بتاعتها كانت جميلة جدا. هنا بقى حطيت لها الحاجات اللي هي المفروض مش هتستعملها، اللي هو الكولمن والكاتل والمكوى والحاجات دي. طبعا الحاجات دي بتبقى بصراحة يعني بتعمل أزمات في المكان. بصوا بقى هنا حطينا الفوط، رصيت لها نص الفوط هنا ونصها في الدولاب التاني. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في رص الفوط؟ ايه رأيكم بقى في الضفيرة دي اهو؟
ده كان رص يا جماعة كده في الفوط. ايه رأيكم؟ عقبال كل البنات والبنات الحلوين اللي بيتفرجوا بقى ويقولوا لي ايه تسلم ايديكي. بصوا بقى دخلنا على اوضة الاطفال الجميلة الرقيقة اهي. شايفين بقى؟ قولوا شايفين. ما شاء الله. دي كده الستارة اللي هي كانت الثري دي. الستاير دي طبعا نازلة جديدة يا جماعة، اكيد طبعا كلكم عارفينها. بصوا دي كانت اوضة الاطفال بتاعتها. وهنلف بقى دلوقتي كده وهنروح على الدولاب الجميل. ده كده كانت انا مركزتش على فكرة يا جماعة على سرير اوضة النوم، مش عارفة انا صورته باين كده في التصوير ولا لا. بصوا بقى كده ما شاء الله، حطيت لها المصليات طبعا عشان اول ما ربنا يكرمها كده وتدخل تصلي. بصوا هنا ده كده كان باقي الفوط، وهنا بقى المفارش اللي هي الجاكار دي. كانت ما شاء الله جايبة حاجات جميلة وقيمة جدا. بصوا ده كان لبس الخروج بتاعها وبتاع جوزها. هنروح بقى على الجمال كله بقى. بصوا بقى شغل ايديا الجميل. دي كده بقيت المفارش بتاعتها. وهنا بقى كان الملايات اللي انا كنت عاملاها لها كلها. بصوا بقى يا جماعة كل الملايات دي انا اللي عاملاها لها، هي ما جابتش ولا ملاية جاهزة. كل الشغل دوت ايه رأيكم بقى في شغل ايديا؟ كل ده شغل ايدي، عامله لها بقى بالجبلان وعامله لها الساري الهندي ومدلعاها بصراحة. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. بصوا الجمال بقى والحلويات ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب. وقولوا لي بقى ايه رأيكم لو انتوا حابين انزل لكم شقق عرايس في كتير جدا. ايه رأيكم؟ ما تنسونيش بقى في احلى لايك وشير وسبسكرايب. ويا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم.